من 65 مليون سنة تقريبا كانت نهاية عصر الديناصورات وانتهاء العصر الطباشيري على سطح الأرض. وفي الفيديو ده هنعرف بالظبط ايه حصل بعد الانفجارات الضخمة دي، وازاي المناخ اتغير وموت الكائنات الحية وبداية تعافي كوكب الأرض من أول وجديد. وكان السبب الرئيسي في كل اللي بنتكلم عليه ده هو كويكب ضخم جدا خبط سطح الأرض تحديدا في المكسيك. وبعد الابحاث والدراسات اللي اتعملت في الناشونال اكاديمي اوف ساينس عشان بس يتخيلوا شكل الموجه اللي حصلت بعد الانفجار ده، لقوا ان موجات التسونامي اللي حصلت في كل البحار والمحيطات كان بارتفاع برج ايفل، متخيل؟ وبعد الانفجار طلعت كميه كبيره جدا من الغبار والاحجار الصغيره وطارت في الغلاف الجوي بكميه ضخمه قوي. وبعد فتره قليله حسب الابحاث بتقول ان هي 40 دقيقه بدات كل الجزيئات الصغيره تقع تاني من الغلاف الجوي على سطح الارض وهي مولعه نار. وبعد الحراره العاليه والحرائق الكبيره اصبح الغلاف الجوي لسطح الارض معتم جدا لمده اكبر من سنه تقريبا، وده دخل الارض في فتره صعبه قوي من البروده بسبب ان مفيش اي شعاع شمس بيوصل للارض. واغلب الكائنات الحيه المائيه والاسماك ماتت وقتها بسبب الامطار الحمضيه، بس برضه مش كلها. مثلا السلاحف المائيه والتماسيح قدرت ان هي تنجو من الكارثه البيئيه دي. وزي ما قلنا من شويه ان كل الحيوانات الكبيره ماتت، فلسه برضه في شويه كائنات صغيره قدرت ان هي تكمل ووزنها صغير عشان تقدر تستخبى وتجري وتاكل حاجات صغيره وتنجو بنفسها. وبعد سنين طويله قوي بدات كائنات الفورامينيفرا ان هي تنبع تاني للحياه وتكون موجوده، ودي بنشوفها لغايه دلوقتي في حفريات صغيره قوي، وهي كائنات وحيده خليه قدرت ان هي تكون موجوده تاني على سطح الارض. بدات شويه نباتات تنمو وتزدهر من اول وجديد وملت كميه كبيره جدا من سطح الارض. ومع ملايين السنين بدأ يكون في كائنات جديدة جدا وقوية ومتطورة على سطح الأرض وعملت هرم غذائي جديد. وكتير قوي من علماء الحفريات عملوا فرضيات بتقول إن الطيور هي في الأصل واحدة من أنواع الديناصورات اللي قدرت إن هي تنجو وتتطور وتاخد أشكال جديدة بسبب قلة حجمها وقدرتها على الطيران، وإنها قدرت تستخبى وتاكل أي بذور صغيرة حتى لو محروقة. فيا صاحبي عايز أقول لك بقى خلي بالك من كل الطيور الموجودة عندك عشان دول أصلهم بيقولوا إن هم ديناصورات، يعني خلوا بالكم. وإن جيت للحق الموضوع ده بس مش مجرد فرضية، ما تنساش ان الديناصورات كانت بتبيض والطيور برضه بتبيض، فخلي بالك من الموضوع ده. مهم جدا انك تكون عارف ان الديناصورات كانت موجودة في ال7 قارات. كل سطح الارض كان موجود عليه ديناصورات، وفي حفريات كبيرة جدا في كل قارات العالم بتتكلم عن النقطة دي. والحفريات ما خلصتش والبحث ما خلصش، والعلماء لسه بيدوروا وبيعرفوا كل حاجة كانت موجودة في العصر الطباشيري ده. ولو فاكر بقى ان القصه خلصت فعايز اقول لك لا، هي مكمله لسه، عشان ناسا بتقول ان سنه 2060 احتمال كبير جدا ان كويكب زي ده يضرب سطح الارض من اول وجديد. من دلوقتي ان هي تجهز قاعدات كبيره جدا موجوده في الفضاء عشان بس تغير مسارات النيازك والكويكبات اللي ممكن تضرب سطح الارض في اي وقت. بس يا سيدي كده خلصنا قصتنا عن الديناصورات، بس قصه الديناصورات نفسها ما خلصتش، واقرا كتير عنها وهتعرف كتير قوي. متنساش بقى تعمل شير للفيديو وسبسكرايب تشوف باقي الفيديوهات. اشوفكم على خير دايما، سلام.